بجيب صديق عزيز الله يعمرها دار مغربي، صديق ديالي جاي علشان في كام حاجة كده عايز يعملهم كطبيا، وتاني حاجة عايز يحضر عادات وتقاليد مصر في العيد، وعايز يشوف مصر. الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا. بتحب تجرب منبار، ام علي، ملوخيه، سخر عندهم داك شي كشري، حمام محشي يا صاحبي. الصحة على قلب صحتين يا صاحبي. انت نفض لي انت اول قطمة فول بالزيت زيتون. ماشي عوضكم، وان شاء الله نسالكم معانا، مش هنسيبكم يعني. صافي مجهز معدتك ولا ايه؟ لا في اكل العمده ده اسالهم. صباح الجمال من مصر ام الدنيا، توحشتكم بالزاف. فرحان جدا لان دابه في المطار. بجيب صديق عزيز الله يعمرها دار مغربي، صديق ديالي جاي علشان في كام حاجة كده عايز يعملهم كطبيا، وتاني حاجة عايز يحضر عادات وتقاليد مصر في العيد، وعايز يشوف مصر، وأول مرة يطلع من المغرب، وأول بلد هيدخلها إن شاء الله هي مصر. فدي حاجة مفرحاني جدا، وإن شاء الله يدوزوا كام يوم كده زونين يعني. فأنا بفكر إن أنا أجيبه دلوقتي الساعة 7 الصبح تقريبا، 7:30 الصبح بتوقيت القاهرة. بفكر أجيبه، وزي ما احنا بنقول كده مثلا ايه بالمثل، يعني حاجة يعني مش حاجة خايبة، يعني بيقولك من الدار للنار. اخده من المطار ونفطره فطار كده ايه يعني مصري، بس يا رب ما يكونش مريض يعني او تعبان يعني، لان بقاله 5 أو 6 ساعات، 5 ساعات تقريبا في الرحلة، فمعرفش هو عيا ولا ايه الدنيا. احنا هنسأله وهنخيره ونشوف هو عايز يروح يرتاح، ولا نفطر وبعد كده نروح، عشان انا ما نعستش من امبارح، عشان كنت خايف يروح عليا نومه وما اروحش اجيبه. فانا هخيره، اقول له شوف، عايز تروح ترتاح يلا بينا، عايز نروح نفطر وبعد كده نروح نرتاح، نشوف. خليكم معايا. الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا. اجي شد تعالى هسلم عليك. شد بنفضول. صباح الخير يا معلم، نورت الدنيا يا صاحبي. عشيري ياسين. يعني طبعا انا كده قبل ما انت تيجي انا يعني فضحتك اصلا يعني، فهسألك سؤال وهتقول لي جاهز ولا مش جاهز. جاهز للرحلة الطبية؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله، دعواتكم باذن الله يعني ان شاء الله خير. جاهز برضه، احنا مش هننساك يعني، لازم تشوف الدنيا ولازم نساريك فيها واللي انت تطلبه. انت بقى من نوع الناس اللي بتحب الاكل وبتحب تجرب. ايوه فول طعميه هذا قلت لكم ايه؟ قولوا له بقى ان انا قايل الكلام ده في الاول يا صاحبي. والله انا باين جاي من المغرب عشان جاي. انا عامل فيديو قبل ده والله، وقلت الكلام ده هاخده ونطلع نفطر بقى. اصلا انا من المغرب وانا كندوي في الاكل اللي عامه بقى. انت بتحب تجرب منبار، ام علي، ملوخيه، سخر عندهم داك شي كشري، حمام محشي فريك. كشري ايوه بقول لك، والحواوشي. يلا في خلاص انا جوعتك. لا الساعه 8:30 الصبح. انا راه ما تعشيتش ديك الماكله ديال الطياره، انا ما كليتهاش باش اصلا. لا هنروح نفطر، تعالوا معانا يعني. تعالوا معانا. احنا بس مبدئيا كده عشان لسه واصل انت، جينا في محل
ايوه اصول الفول تاكله من على العربيه. واقف وكذا. هنحاول نظبط لك بس دلوقتي عشان تلحق ترتاح، عشان انت مطبق بقالك يومين. يلا بينا. ماشي، شوف هتختار ايه يا صاحبي. يلا طبق فول. طبق فول. طاجن فول بالبسطرمه. اها طاجن ايه؟ طبق مش طاجن. طاجن فول بالبسطرمه. انت جبتها منين دي؟ اهي اهي. يا ابن اللذينه. ماشي. طعميه مفيش. مفيش طعميه؟ لا في طعميه، الطعميه هي الفلافل. دي خدعه والله، الطعميه هي الفلافل. ايوه بنموه بس. تمويه. عادي يا صاحبي عادي. خلاص تعالى نشوف نختار ايه. طيب يا صاحبي، الصحة على قلب صحتين يا صاحبي. انت نفض لي انت اول قطمة فول بالزيت زيتون. ماشي. بصارة ايه يا صاحبي؟ بصارة بالفول. لا ده فول سادة، في بصارة لوحديها وفي فول لوحده، ما تحشمناش. يعني ده زي ما يعني دي في بلاصتها يعني في مصر. بس ايه رايك، عجبك؟ دي احنا قلنا جبنه ايه؟ دي جبنه بالطماطم. جرب يا باشا جرب. دي جبنه قديمه دي، او جبنه القريش تقريبا. اصل انا في الاكل ما عنديش يما ارحميني طب دي الفلافل. طيب خد لك. لا الطعميه خد لك حته كده نشوف كيف هتجيك. مرمشه. الحمد لله ما كليتش الطيارات، انت عارف راسك. لا في الباقي يا جدعان هنرجع لكم بعد الفطار. يا صاحبي مالك هنكت ليه؟ الحمد لله. الحمد لله. صحتك يا صاحبي والله. بس ايه رايك مبدئيا يعني انت لسه مطول معانا شويه يعني. ان شاء الله. انت مالك في ايه؟ فيصت مني ليه كده؟ انا بالك ليش عندي بلاص. صافي يلا اجل نصير في حالنا. صحتك يا صاحبي. يصير في حالنا. نمشي خليناك شويه نتلف شهر. يلا امشي. ابن المغرب عايز ينزل في فندق. شوف واحد ست ايام والنهار تكشبيله ما قتلوني. اسكت بقى. لا ايه والله لا خلي ابويا هو اللي يعطيك. اتقل بس. نورت بيت اخوك يا فواز. انا حبيت ادخلك بس اوريك المنظر هنا الصبح عندك في البلكونه عامل ازاي، عشان بالليل بيبقى منظر تاني خالص يعني. مصر بس لسه انت ما شفتهاش يعني. انا هخليك تنام وترتاح يا باشا. يعني عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. بس لحد ما كده من وقت خروجك من المطار مثلا مرتاحه الدنيا هانيه يعني. هانيه. لا ان شاء الله خير يا صاحبي وتتبسط باذن الله. صافي احنا هنخلي الراجل ينعس شويه. انا مش ناعس، انا مطبق من امبارح، بس هو عندي اهم طبعا والله العظيم يعني. فننعس شويه وننزل نشوف الدنيا بالليل عامله ازاي، ونبدا البلان نشوف الدنيا بتاعته برضه. وربنا يسهل الحال ودعواتكم، وان شاء الله نسالكم معانا، مش هنسيبكم يعني. صافي مجهز معدتك ولا ايه؟ لا في اكل العمده ده اسالهم هم ما جربوش، بس يعني هم تبارك الله عندهم عندهم فهم في الحاجه يعني. جاهز واجد. صافي نشوفكم على خير. السلام عليكم. Ahmed Sedan.